هو فضل أن لا يذهب يعني ممثلا لشخصه، وإنما أراد أن يذهب بصفته، وهذا ما رفضته حماس في غزة. تصريحات الدكتور عزيز الدويك حتى لا تخرج عن سياقها، عندما سأله الصحفي القدس العربي الدستور ماذا يقول فيما لو استقال أبو مازن، قال الدستور يقول أن يستلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة مؤقتا، كما حدث عند وفاة الشهيد ياسر عرفات، واستلم الأخ روحي فتوح مؤقتا حتى يجري الانتخابات في 60 يوم. كان يتحدث الدكتور عزيز الدويك عن ماذا يقول القانون الفلسطيني في حالة استقالة الرئيس، ولم يكن يلوح الدكتور عزيز الدويك لأنه يريد أن يستلم ويجري انتخابات، وإنما كان جوابا. يعني هنا الحديث أنه حماس، يعني أنا سؤالي ليس في هذا الشق، سنأتي إليه لاحقا، ولكن سؤالي عدم استعداد حماس لخوض الانتخابات، والآن فوجئنا بأنها على استعداد للذهاب إلى الانتخابات. يعني بدون مصالحة حماس غير مستعدة أن تذهب الانتخابات. الجميع يدعو إلى المصالحة. نعم. يعني ما هو، هل أنتم ضد المصالحة في حركة فتح؟ يعني أولا دعني أقول بأنه فيما يتعلق موضوع الورقة المصرية، الورقة المصرية محصلة حوار عمره أكثر من 2 سنين، والورقة المصرية لم تنصف أي من الطرفين. أنا برأيي الورقة المصرية انتصرت المصالحة، وانتصرت لفلسطين ولوحدة الشعب الفلسطيني أرض وشعب. ربما كان لفتح ملاحظات على الورقة المصرية أكثر بكثير من ملاحظات الإخوة في حركة حماس، ولكن اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح وناقشت الورقة المصرية، وقررت القيادة الفلسطينية في حركة فتح أن تذهب وأن توقع على الورقة دون أي تحفظات من جانبنا، رغم وجود هذه التحفظات، لأننا قررنا أن ننتصر لفلسطين. والورقة المصرية ليست فقط بين فتح وحماس، وإنما أيضا مختلف، يعني المصريين اجتمعوا مع كافة الفصائل العمل الوطني. المصريين قبل أن يعلنوا عن الورقة بلغوا قيادة حركة فتح وقيادة حركة حماس، واجتمعوا مع السيد الرئيس الأخ أبو مازن، واجتمعوا مع خالد مشعل في القاهرة، وأبلغوه أنه خلال فترة أسبوعين سنعلن عن الورقة المصرية وسنسلمها أولا لفتح وحماس، وعلى فتح وحماس أن يوقعوا على هذه الورقة دون أي تعديل ودون أن يتم فتح هذه الورقة ومناقشتها. الطرفين وافقوا من حيث المبدأ، حماس وافقت على ذلك وخالد مشعل أبلغ عمر سليمان بذلك، وفتح أبلغت عمر سليمان بهذا الكلام، وقلنا لهم نحن نوافق على التوقيع على الورقة دون أن يدخل عليها أي تعديل من أي من الطرفين. نحن تسلمنا الورقة بعد حماس تسلمت الورقة ليلة 10 من الشهر هذا، احنا تسلمنا الورقة بعد حماس مباشرة بعدة ساعات، تسلمناها مساء، يعني مساء 10 الشهر. فلذلك ناقشنا هذه الورقة، وبناء على الالتزام الذي قطعناه لأنفسنا للشقيقة مصر، والتزاما من جانبنا بأنه نحن ندرك تماما بأنه في المحصلة النهائية تحتاج إلى تنازل المصالحة، يعني والمصلحة الوطنية الفلسطينية. لا يعقل فتح اللي كانت تقول لا حوار مع الانقلابيين في غزة، وفتح التي دفعت الثمن في قطاع غزة، تقطعوا جرين أولادنا وتذبحوا أولادنا هناك، وآلاف الأسرى إن كان في قطاع غزة، واللي انقتل والانقلاب على الشرعية، وكل ذلك كل ما جرى. فتح في النهاية انتصرت لفلسطين، لأنه فلسطين أكبر من فتح وأكبر من حماس، والمشروع الوطني الفلسطيني يتعرض للخطر، وتحديدا أمام حكومة يمينية تنهب الأرض الفلسطينية، تحاصر قطاع غزة بالكامل. سنأتي إلى هذا كله، يعني لكن على ما يبدو أن الدكتور دويك أيضا في تصريح له قبل أن أنتقل إلى الدكتور الأستاذ محمد بركة في الناصرة، أيضا قال أن حماس جاهزة للتوقيع على الورقة قبل نهاية الشهر. هل هذا يعني كلام صحيح أو يعني أولا دعني بصح بعض المعلومات. عندما كان الأخ خالد مشعل في القاهرة لم تكن مطروح الورقة المصرية، كان مطروح أن يذهب الفرقاء يوم 25/10 ويتناقشوا لمدة يومين، ثم ما يتفقوا عليه يخرج بورقة. الورقة المصرية جاءت في يوم 10/10 بعد سحب تقرير جولدستون، فالورقة المصرية لم تكن مطروحة أثناء وجود الأخ خالد مشعل. كان المطروح أن يأتي جميع الفرقاء إلى القاهرة يومين يتباحثوا ثم يوقعوا ما يتفقوا عليه، ثم جاءت بعد أحداث سحب تقرير جولدستون جاء التعديل المصري بإرسال ورقة بأن توقع كما هي مغلقة. لذلك يعني هذا هو التسلسل التاريخي للأحداث. لذلك أما يعني حديث الدكتور عزيز الدويك عن إمكانية التوقيع قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، يعني هناك وساطات الآن تتم من قبل أطراف عديدة. لا يعني هو تحدث عن أن حماس ستوقع قبل نهاية الشهر.
يعني فيما إذا الوساطات توصلت إلى نتيجة، هو تتحدث الوساطات عن توقيع في 29/11، لكن إلى متى، إلى أين وصلت هذه الوساطات مع الإخوة في مصر؟ هذا حتى اللحظة لم يظهر جليا حتى نستطيع نقول أنه فعلا في يوم 29 سيتم التوقيع. هناك وساطات تتحدث عن يوم 29/11 كأنه يوم للتوقيع على هذه الورقة. لكن دعني أعقب أنه صحيح الإخوة في فتح عادوا إلى طاولة الحوار، لكن أنا أقول ليس فتح وحدها هي من خسر في غزة. لدينا كان شهداء في غزة قبل حتى الانقسام الفلسطيني. كان عندما يتحدث عن انقلاب، عن شرعية، أي شرعية؟ ما كنا نحن الحكومة، نحن رئاسة الوزراء. رئيس الوزراء كان حكومة وحدة وطنية، ورئيس الوزراء هو إسماعيل هنية بعد اتفاق مكة. إذن هل انقلبنا على أنفسنا؟ لذلك أنا أقول يعني هذا يعني يوم أليم عند الشعب الفلسطيني يوم 14/6/2007. لا يمكن أن ينقلب شخص على نفسه، خاصة حماس التي فازت في الانتخابات. دعونا نذهب إلى الأستاذ محمد بركة ونقول من موقع المحايد. أستاذ محمد، هل الفلسطينيون قادرون على تحمل عباءات أو تبعات القادم السيء إن استمروا في رفضهم للاحتكام للمنطق الوطني؟ أولا أنا لست محايدا. أنا لا أقصد محايد أنا لا أقصد، وهنا يعني واضح، لا أقصد المحايد بمفهوم أنني لا أنتمي إلى فتح ولا أنتمي ولا لحماس. واضح. نعم صحيح. لكن أنا متحيز لفلسطين، وكمواطن فلسطيني وكمن يعز عليه قضية شعبه، أنا حقيقة كالكثيرين من أبناء شعبنا، ربما الغالبية الساحقة، أشعر بالخزي من هذه الحالة، حالة الانقسام التي أحيانا عندما نتناقش فيها تبدو وكأن الحياة أو الدنيا تبدأ في رفح جنوبا وتنتهي في جنين شمالا. هنالك إسرائيل، هنالك أمريكا، هنالك العالم العربي، هنالك الدنيا كلها التي تنظر إلينا، هنالك من حلفائنا من يريد أن يتعاطف معنا أكثر فيجدنا مفرقين، وهنالك أعدائنا الذين يريدون أن يبطشوا بنا فيفرحوا لكوننا متفرقين. أعتقد أن هذا الكلام يعني ربما يبدو يدخل في باب الوعظ الأخلاقي، لكن القضية هي قضية سياسية من الطراز الأول. ماذا يعني اشتراط الانتخابات بالمصالحة؟ وإذا لم تجري، يعني بيجي بقول لك أنا بديش أمضي على المصالحة وفيش انتخابات بلا مصالحة. معناته فيش انتخابات. المصالحة هي سبيل الاتفاق بين أقطاب الحركة الوطنية الفلسطينية، ولكن إذا لم يكن هنالك مجال، كيف سيجري الحكم على الأمور على الساحة الفلسطينية؟ من سيحكم؟ أمريكا ولا إسرائيل ولا الشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني هو المخول بالحكم، وهو يستطيع أن يحكم فقط بواسطة صندوق الاقتراع. ما هذا الهراء الذي يجري تداوله؟ يعني هذا بحط الحصان وراء العرباي. في نهاية الأمر نحن النقاش من سيقود الشعب الفلسطيني وعلى ماذا سيقود الشعب الفلسطيني. اسألوا الشعب الفلسطيني. طيب يعني هون يعني حط تساؤل الأستاذ محمد بركة، سؤال واضح، يعني أنا سأضيف عليه. واضح أن هم التنظيمات الفلسطينية على كافة تشكيلاتها هو مصالحها الذاتية، ويبدو أن العودة إلى الحكم الحقيقي، يعني اثنين بتقاتلوا بيرجعوا لواحد يحكم بينهم، اثنين بتقاتلوا في قاضي، القاضي هنا هو الإنسان والشعب الفلسطيني. لماذا لا تعود حماس وفتح وباقي الفصائل الفلسطينية إلى الشارع ليقول كلمته؟ هذا ما تفضل به الأستاذ محمد. يعني أنا أقول حماس وفتح ستعود إلى الشارع ليقول كلمته، لكن عندما يكون الشارع مهيئ ليقول كلمته، عندما تكون هناك مصادرة للحريات، عندما يكون هناك اعتقالات سياسية، عندما لا يعطى الإنسان مساحة للحديث سواء هنا أو في غزة، فكيف سيذهب الناس إلى الانتخابات؟ الانتخابات تجري في ظل توافق، في ظل حرية. أنا عضو في المجلس التشريعي، تقوم الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 3 موظفين من مكتبي، كيف سأجري الانتخابات وكيف سأتجه الانتخابات؟ الانتخابات تحتاج إلى أجواء ليتم فيها حتى لا تؤثر الأجواء على نتائج الانتخابات. الأجواء للأسف نحن كفلسطينيين لا يمكن أن تتم إلا بالمصالحة، وهذا ما نعنيه، أن المصالحة توفر أجواء اللازمة. بالنهاية يجب أن نعود إلى الشعب الفلسطيني، والمصالحة يعني ممكن، الخلاف ليس كبيرا، هي 2 أو 3 فيما لو استطاعت الدبلوماسية المصرية التي قطعت أميال، لماذا عجزت عن المترين الأخرانيات لكي تصل إلى المصالحة؟ لذلك المصالحة تهيئ الأجواء، وبعد ذلك أنا يعني مع الأخ محمد بركة يجب إجراء الانتخابات ويكون الشعب الفلسطيني هو الحكم، لكن بعد أن تعود غزة والضفة وحدة واحدة ويستطيع المواطن أن يعبر عن رأيه سواء في غزة أو في الضفة، عند ذلك نذهب إلى صندوق. هل عجزت الدبلوماسية المصرية؟ أنا برأيي بأنه الخلل الاستراتيجي كان في موقف حماس، وحتى نكون صريحين والبرنامج اسمه المكشوف. أنا برأيي بأنه حماس لم تنتصر للأجندة الفلسطينية، ولم تنتصر لفلسطين، ولم تنتصر للوحدة الوطنية الفلسطينية. الذي وضع معظم شروط الورقة المصرية هي حماس، ونحن نقبل شهادة المصريين.
علنا معظم البنود التي وضعت بالتوضيحات والتعديلات الذي وضعها قيادة حركة حماس على الورقة المصرية، وكان لنا تحفظ كبير عليها. ولكن كما قلت، أنا ما بدي أكرر نفسي، أنا عندما تكون الأجندة مرهونة في درج هذا النظام أو ذاك، ومسموح أن يتم اللعب بالورقة الفلسطينية لحساب هذا النظام أو ذاك، أنا برأيي الخاسر الوحيد في ذلك هو فلسطين.